البرسيم كنز الشتاء. يعني ايه؟ يعني ناكل منه براحتنا؟ لا طبعا. ليه؟ لان احنا عندنا قاعده بتقول ان اللي يزيد عن حده يتقلب ضده، فالبرسيم هنا سلاح ذو حدين. النهارده هنتكلم عن البرسيم من ناحيه ايه؟ هنعرف البرسيم. هو البرسيم ده عباره عن ايه؟ هل يصلح لحيوانات اللبن؟ هل يصلح لحيوانات اللحم؟ ايه هي الاخطاء الشائعه اللي اغلب المربيين بيقع فيها؟ طب كمان نقدر نتكلم عن تكلفه التغذيه على البرسيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور حماد عريضة، استشاري تغذية الحيوان، وده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. هنتكلم النهاردة عن محصول علف شتوي بنقول عليه ان هو كنز الشتاء، اللي هو ايه؟ البرسيم. اغلب المربيين بيبدأ ان هو ينظم الولادات بتاعته على موسم الخريف او على بداية موسم البرسيم. ليه؟ لان البرسيم معروف ان هو ارخص مادة علف ممكن تأكلها للحيوان، ومادة علف لما نيجي نعرفها هنقول ان هي مادة علف خضراء سهلة الهضم، قيمتها الغذائية عالية، وسريعة التخمر او سريعة التحلل، وكمان بتزود لي انتاج اللبن، بتساعد في تكوين اللحم في حيوانات اللحم. طيب تعالوا بقى نتكلم عن البرسيم شوية النهاردة كده. احنا متوسط الحشات بتاع البرسيم بيبقى 4-5 حشات في الموسم. طيب كل حشة بتختلف عن الحشة التانية؟ طبعا بتختلف في ايه؟ بتختلف في قيمتها الغذائية ومحتواها من الرطوبة. ليه؟ لان بنلاقي الحشة الاولى مثلا نسبة الرطوبة فيها ممكن تصل ل 80-90%، يعني المادة الجافة فيها هتبقى من 10 ل 20%، او من 10 ل 15% في الحشة الاولى. يعني الكيلو هيديني من 100 ل 150 جرام مادة جافة. طيب في الحشات الثانيه والحشه الثالثه نسبه الرطوبه بتقل شويه، بتبقى 85 ل 80%، ونسبه الماده الجافه بتبقى حوالي من 15 ل 20%. طيب كل الحشات بتبقى قيمتها الغذائيه زي بعضها؟ لا، الحشه الاولى بتبقى قيمتها الغذائيه اقل نظرا لارتفاع نسبه الرطوبه فيها. بعد كده القيمه الغذائيه بتزيد، وكمان نسبه المكونات بتاعه الماده الجافه بتزيد، وكمان نسبه البروتين بنلاقيها بتزيد. طيب البرسيم مادة علف سهلة الهضم، بتتخمر بسرعة في كرش الحيوان، وده يعتبر سلاح ذو حدين، وهنتكلم عنه ان شاء الله في نهاية الفيديو ازاي تغذي على البرسيم. البرسيم، هل يصلح البرسيم لتغذية حيوانات اللبن بمفرده؟ يعني ينفع ان انت تغذي الحيوانات اللبن على البرسيم بس؟ قولا واحدا ما ينفعش، خاصة في الحيوانات عالية الإضرار. ليه؟ لأن لو جينا نشوف الحيوان اللي وزنه 500 كيلو أو 600 كيلو ده محتاج مادة جافة حوالي 15 ل 18 كيلو في اليوم. طب ال 15 كيلو دول لما أجي أشوفهم الحيوان ده ياكل قد إيه برسيم عشان يوفي ال 15 كيلو دولتي، هنلاقيه في الحشة الأولى ياكل له حوالي 150 كيلو من البرسيم، وده طبعا بيمثل عبء على الحيوان. وهنا يبقى انت هنا ما بتوفرش، ده انت بترمي فلوسك على الارض. ليه؟ لان انت عارف ان البرسيم سرعه مروره في القناه الهضميه عاليه، فبالتالي الحيوان لما ياكل منه كميات كبيره هيبدا ان هو يخرجها بسرعه، فهنا هتفقد كميه كبيره منه وما يقدرش الحيوان يستفيد منه، فهنا انت بترمي فلوسك على الارض. طيب في الحشه الثانيه لما الرطوبه بتقل بيبدا الحيوان يقدر ان هو يستفيد اكتر من البرسيم. طب والحل ايه؟ الحشه الاولى ما ينفعش ان انت تغذي الحيوان منها كميات كبيره. طب ايه كمان؟ ده الحشه الاولى ديت بنلاقي ان المربيين بيخلطوها بالقش. طب ايه الهدف من ان انت تخلطها بالقش؟ وليه ما ينفعش ان انت تدي الحيوان برسيم مفتوح؟ لان البرسيم هنا ماده علف سريعه المرور في القناه الهضميه، سهله الهضم، تخمر بسرعه، وكمان هنا مش هتوفي كل احتياجات الحيوان، وهنا مش هتاثر لك على الانتاج بتاع الحيوان. لما بنيجي نشوف حيوانات اللبن عندنا بنقسم حيوانات اللبن لحيوانات عاليه الاضرار، وحيوانات متوسطه الاضرار، وحيوانات منخفضه الاضرار. طب تغذيتها على البرسيم، المزارع النظاميه بنلاقي ان هم شغالين بمقننات وبعليقه اسمها عليقه الTMR او التوتال ميكس راشن، وهنا بيبدا ان هو يدي الحيوان مخلوط من العلف الاخضر، مخلوط من الدريس والبرسيم والعلف المركز، كل ده بيتخلط في المكسر ويتقدم للحيوان عليقه متكامله. لكن هنا طبعا بيبقوا ملتزمين بالكميات اللي متحدده من البرسيم ومن مواد العلف المركزه. اما بقى المربي الصغير ده اللي بيبقى على حسب المتوفر عنده، وبيبدا ان هو يدي الحيوان كميات كبيره من ماده العلف المتوفره عنده، فبتلاقي ان بيظهر عنده مشاكل كتير، وبيظن ان هو في موسم البرسيم بيوفر لما بيغذي الحيوان على كميات كبيره من البرسيم، وده اكبر خطأ بيقع فيه المربي. ده بقى
بيعمل ايه؟ بيعمل خسائر على المدى الطويل. تلاقي ان المربي بيضيع مكسب الموسم بتاعه في حيوانات اللبن، وممكن يضيع مكسب الدوره بتاعته في حيوانات التسمين من الاستخدام الخاطئ او الكميات الكبيره من البرسيم. طب امال الكميات المثلى بالنسبه لحيوانات اللبن؟ لما يكون عندي متوفر البرسيم، انا ممكن هنا ان انا اغذي الحيوانات من 40 ل 60 كيلو من البرسيم لو البرسيم متوفر عندي. طب لو انا عندي كميات متوسطه وعايزها تستمر عندي طول الموسم، هنا هبدا ادي للحيوانات حوالي 30 كيلو للراس الواحده في اليوم في الحيوانات بتاعه اللبن. طيب لو انا عندي البرسيم كمياته قليله، لا كمياته قليله، يبقى هنا هتشتغل على 15 ل 20 كيلو البرسيم للراس الواحده في اليوم، وما تكترش عن كده عشان يقدر البرسيم يستمر معاك طول الموسم. طيب لما نيجي نشوف هل البرسيم فعلا بيزود لي انتاج اللبن؟ البرسيم بيزود انتاج اللبن عشان هو مادة علف غنية في البروتين، فبالتالي هنا بتدعم لي تكوين انتاج اللبن، وكمان بتنشط الغدد اللبنيه على افراز اللبن. طيب ينفع ان انا اغذي منها لحد الشبع؟ لا، ما ينفعش ان انا اغذي الحيوانات عاليه الاضرار لحد الشبع من البرسيم. امال الحيوانات منخفضه الاضرار اللي هي المفترض اصلا انت ما بتبقاش اقتصاديه معاك، فما ينفعش ان انت تربيها، لازم ان انت تبدا تطور من القطيع بتاعك وتربي السلالات، حتى السلالات الخليطه يبدا ان يبقى عندك متوسط ما لا يقل عن 20 كيلو جرام لبن في اليوم عشان الحيوانات تكون عندك اقتصاديه. فهنا ممكن الحيوانات منخفضه الاضرار ممكن ان احنا نديها كميات كبيره من البرسيم، ولكن برضو ما نوصلش لمرحله الشبع. ليه؟ لان احنا عندنا البرسيم بيتميز ان هو محتوى عالي من البروتين، ولكن محتوى من الطاقه قليل، فبالتالي لازم ان احنا ندخل مع البرسيم حاجتين اساسيتين في الحشه الاولى وفي الحشه الثانيه. لازم ان انت توازن محتوى الرطوبي بتاع البرسيم، ان انت تضيف ماده علف ملقى عشان تمسك لك الكرش او تمسك مواد العلف الخضراء اللي هي البرسيم في الكرش عندك، ويقدر ان الحيوان يستفيد منه. دي حاجه. الحاجه الثانيه منخفض في الطاقه، البرسيم منخفض في الطاقه، فلازم ان انت تدخل معاه مصدر طاقه من العلف المركز زي مصدر للحبوب زي الذره او غيره من مصادر الطاقه. يبقى لازم هنا علف مركز مع البرسيم، ما ينفعش برسيم لوحده. طيب نيجي نشوف حيوانات التسمين. هل حيوانات التسمين ينفع ان انا ادي لها برسيم مفتوح كميات كبيره من البرسيم؟ لا طبعا. امال اعمل ايه؟ نفس المقننات اللي بنستخدمها في حيوانات اللبن هنستخدمها في حيوانات اللحم على حسب وفره البرسيم او متوسط انتاج البرسيم او كميه متوسطه، او في حاله قله البرسيم او الكميات بتاعته قليله. نفس الكلام هنبدا ان احنا ندخله. طيب هو البرسيم مفيد لحيوانات التسمين؟ مفيد قوي في فتره احنا اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي قبل كده، اللي هي فتره فرد العجل، ان انا افرد العجل اللي هي وزن من 150 لغايه 300 كيلو، ان انت تبدا تفرد العجل معاك عشان يعمل شاسيه، لان مواد العلف الخضراء بتنشط تكوين الهيكل العظمي، فهنا العجل بيفرد معاك، وبعد كده تبدا ان انت تخش على التغذيه او عمليه دفع غذائي بالعلف المركز عشان تبدا ان انت ترسب او تبني العضلات وترسب دهن على الحيوان، وهنا تعمل عمليه تهيئه للبيع او توصل للوزن الاقتصادي بتاعك. يعني ايه؟ يعني انا لو ما اديتش الحيوان علف اخضر هيبدا ان انا اسمن على طول، وهنا هطلع الحيوانات بمتوسط وزن من 350 ل 400 كيلو، وتبقى الحيوانات زي ما بنقول عليها كندوز او مكندزه، حيوانات الشاسيه بتاعه صغير ولكن مكتنس باللحم. ولكن انا لو عايز اطلع الحيوانات اوزان كبيره لازم ان انا افرد العجل الاول بماده علف خضراء. الماده العلف الخضراء لو احنا في موسم الشتاء هتبقى البرسيم. طيب اغذي الحيوانات لغايه ما توصل معايا الوزن 250 ل 300 كيلو، بعد كده ابدا ادخل العلف المركز. طيب في الفتره دي مش هدي علف مركز؟ لا، هدي علف مركز. ادي ايه؟ هدي الحيوان هنا 1% من وزنه علف مركز. ليه؟ عشان ابدا ادعم تكوين او بناء الجسم كله، يبقى ما فيش عندي نقص في محتوى العليقه من الطاقه زي ما قلنا في البرسيم، وهنا انشط تكوين الجسم، ويبقى الحيوان عندي صحته كويسه ومناعته كويسه، فيبدا يدي معدلات نمو عاليه معايا في موسم التسمين او في نهايه الدوره في فتره الدفع الغذائي بالعلف المركز. ده بالنسبه للتغذيه على البرسيم في حيوانات اللحم. طب نيجي نشوف بقى الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها المربيين في التغذيه على البرسيم.
عندي اخطاء من اهمها ان اغلب المربيين بيبقى شغال في التغذيه الصيفيه على مواد علف جافه، فبيجي اول ما يبدا البرسيم يظهر يبدا ان هو يشيل العلف الجاف ده خالص ويبدا يدخل البرسيم بكميات كبيره، فيبدا يظهر عنده مشاكل لتوقف حركه الكرش وانتفاخات واضطرابات هضميه واسهالات، وممكن كمان توصل عندي ان ممكن الحيوان يخش في مرحله تخمه وممكن يوصل لنفوق الحيوان. فدي اول مشكله. يبقى لازم عشان نتلافى الموضوع ده ان احنا ندخل البرسيم بالتدريج ونخرج البرسيم بالتدريج. يعني ايه؟ يعني في بدايه موسم البرسيم هتبدا ان انت تدخل البرسيم بالتدريج من العليقه بتاعتك، ثلث العليقه او ثلث الماده الجافه اللي الحيوان بياكلها في اليوم تدخله برسيم لمده لمده 5 او 6 ايام. بعد كده تبدا تدخل بالتدريج ثلثين وهكذا لغايه ما توصل للكميه اللي انت هتدخلها بالكامل من البرسيم. طيب ده الخطا الاول. الخطا الثاني ان انت ما ينفعش ان انت الحيوان يكون عندك جعان وتديله كميات كبيره من البرسيم. ليه؟ الحيوان هياكل بشراهه وهنا هيحصل امتلاء للكرش بسرعه وتخمر بسرعه، وهنا ممكن يحصل عندك برضو نفخات او اضطرابات هضميه، وممكن كمان الحيوانات هنا يحصل عندك تلبكات معويه وممكن مشاكل كتير جدا. طيب الخطا اللي بعد كده التغذيه على البرسيم المبلول او المندى او اللي سقطت عليه الامطار، ده بيسبب مشاكل برضو. فبالتالي الميعاد الامثل لحش البرسيم اللي هو اخر اليوم، ان انت بتحش البرسيم في المساء وتبدا ان انت تنشره مش تكدسه، يعني يتحط في مكان عندك مفتوح ويبقى البرسيم مش متكدس كميات كبيره على بعضها عشان ما يحصلش ان هو يسخن او يحصل فيه تخمرات، وما تيجي تديه للحيوانات تديه وهو بارد ما يبقاش سخن. عشان كده انت لما بتنشر بتقلل الرطوبه فيه شويه وهنا يبقى الاستفاده منه اعلى. طيب لو انا حشيت البرسيم مندى او البرسيم عليه شتاء عليه مطر او ندى، هيبدا يعمل عندك برضو انتفاخات ومشاكل هضميه، فلازم ان انت تراعي الحته دي كويس جدا. طيب في حاله سقوط الامطار يبقى هنا لو انت بتدي للحيوان لازم تعمل حساب الكميه اللي انت بتديها كميه المطر اللي فيها. يعني ايه؟ يعني انت لو المطر مغرق البرسيم عندك يبقى انت هنا الرطوبه هتبقى عاليه في البرسيم حتى لو هو حشه ثانيه او حشه ثالثه، فهنا تعمل حساب الحته ديت عشان ما يحصلش عندك اسهالات. الخطا اللي بعد كده الكميات الكبيره من البرسيم. الكميات الكبيره من البرسيم، تخيل انت لما تدي لحيوان، لو انت قلت مثلا حيوانات اللبن عشان تديها كميات كبيره من البرسيم او تلبي احتياجات الماده الجافه من البرسيم، هتلاقي ان الحيوان بياكل معاك كميات كبيره 100 و120 و150 كيلو. الكميات الكبيره دي بتعمل تخمه وكمان سريعه المرور، هتلاقي ان انت بتحط للحيوان ويبدا ان هو يخرج مباشره. وهنا طبعا لو انت اديت كميات كبيره مع علف مركز، هنا انت بتقلل الحيز المتاح في الكرش ان الحيوان يتغذى على ماده علف جافه او يتغذى على علف مركز، وهنا لما يجي البرسيم يخرج ياخد معاه العلف العلف المركز، فانت كده بتخسر لما تدي كميات كبيره من البرسيم. يبقى تلتزم بالمحددات او المقننات اللي احنا اتكلمنا فيها عشان يبقى انت كده بتحقق اقصى استفاده من العلف. نيجي لاخر نقطه في الفيديو بتاعنا اللي هي تكلفه التغذيه على البرسيم. عارفين ان البرسيم ماده علف رخيصه، ولكن مع ارتفاع اسعار ايجارات الارض النهارده وتكاليف التقاوي وتكاليف الحرث وخدمه التربه وكمان حش البرسيم، بنلاقي ان سعر البرسيم بيوصل من جنيه ونص، ممكن يوصل كمان في بعض المناطق ل 2 جنيه للكيلو الواحد. فتخيل انت بقى ان انت الكيلو البرسيم اما يبقى عندك بجنيه ونص والحيوان بياكل كميه كبيره، قد تكون لما انت تديله كميه كبيره من البرسيم حدود ال 100 كيلو مثلا زي ما المربيين او المزارعين بيعمل، هتلاقي ان الحيوان هنا بياكل معاك بحوالي 150 ل 200 جنيه في اليوم من البرسيم. وكمان لو انت بتشتري البرسيم هتلاقي ان البرسيم تكلفته بتبقى اعلى عشان بيبقى الطلب عليه اعلى. فهنا البرسيم رخيص لو انت استخدمته صح، لكن البرسيم هيبقى مادة علف غالية لو انت استخدمته بكميات مفتوحة. لان بعض المربيين بتلاقي عنده حيوان او 2 أو 3 وتلاقيه زارع فدان برسيم للحيوانات ديتي، فهنا التكلفة بتبقى عالية لان سعر البرسيم هنا هو بيغذي لحد الشبع والحيوانات بتضيع كميات
كبيره وهدر كبير جدا من البرسيم، فهنا بيبقى عندك هنا فقد في القيمه الغذائيه وفقد كمان في الفلوس بتاعتك او في المبالغ اللي انت بتصرفها في التغذيه على البرسيم. طيب الصح ايه؟ الصح ان انا بنلاقي ان ال10 كيلو برسيم بيساوي 1 كيلو علف. يبقى انا لما استخدم الكميات المحدده اللي هي 50 وليكن مثلا 50 كيلو من البرسيم في اليوم، وابدا ان انا استخدم او اكمل احتياجات الحيوان بالعلف المركز والقش او التبن او اي ماده علف متوفره عندي رخيصه، يبقى انا هنا هكسب. لكن انا لما اغذي الحيوان على كميات مفتوحه او كميات كبيره من البرسيم، املى الطوايل من البرسيم، الحيوان هياكل وهيبدا ان هو يخرجها لك، يبقى انت هنا بترمي فلوسك على الارض. يبقى هنا السر مش في الكميه، السر في ايه؟ في التوازن في العليقه. الحيوان ياخد احتياجاته من البرسيم والعلف المركز والعلف المالئ عشان يقدر يستفيد من العلف ويديك اعلى انتاج للبن. طب ما نيجي نقارن ما بين واحد بيغذي على البرسيم بس وواحد بيغذي على الكميات المحدده من البرسيم والعلف المركز وماده علف مالئه، هنلاقي ان هنا مش هيتساوم في التكلفه. حتى لو تساوي في التكلفه مش هيتساوي في الانتاج. انتاج اللبن هنا بيحتاج لماده مالئه، بيحتاج لالياف، بيحتاج لعلف مركز، مش بيحتاج لماده علف خضراء بس. كمان في انتاج اللحم انت ممكن تدخل البرسيم عندك في تغذية الحيوانات، ولكن بالمقننات اللي احنا اتكلمنا عنها، عشان التغذية على البرسيم بس بيبقى معدلات النمو فيها بتبقى من 600 ل 700 جرام في اليوم. فهنا انت عشان ما تطولش الدورة عندك وتقول انا كلفت الحيوان في اليوم فلوس اقل او تكلفة اقل، بس هنا انت طولت الدورة، فلما تيجي تحسب في نهاية الدورة تلاقيك خسران، لان انت الدورة زادت معاك، فلما تيجي تشوف التكلفة هتلاقي ان التكلفة عالية. فهنا البرسيم كنز لو انت استخدمته صح، والبرسيم هيخسرك لو انت استخدمته غلط. ولو وصلت معانا لنهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا عشان نقدر نستمر ونجهز لك محتوى يفيدك، وما تنساش تتابعنا على قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك، وما تنساش ما تربيش وخلاص.